إزاي نقدر نخلي مستر سلطع يدفع الثمن؟ الإجابة هي شوية مية على الأرض. بلانكتون وهو جاي يسرق الوصفة السرية داس بالصدفة على المية وتعب جدا وفضل يتقلب من الوجع، والسبب إنه عمل كده هو كلام السمكة الصفراء اللي جنبه. لو كنت أنا اللي اتزحلقت كنت هرفع قضية على سلطع وآخد كل اللي حيلته، حتى وصفة سلطع برجر. بلانكتون قرر فوراً يلجأ للقضاء ضد مستر سلطع، وعشان يوصل للوصفة ما كانش هيقف قدامه أي حاجة، كان عاوز ياخد حاجة مش بتاعته، ومع ذلك ظهر في صورة المظلوم. مستر سلطع جري يحل الموضوع مع بلانكتون، ودي عشان يتجنب المشاكل، بس بلانكتون كان عايز الوصفة وبس. يا بلانكتون، مش هتاخد وصفتي إلا على جثتي، نتقابل في المحكمة يا سلطع. مستر سلطع كان بيفكر بسرعة في حل، وسبونج بوب كان شايف إن الموضوع مش عادل. في الوقت ده دخل محامي مستعد يساعد مستر سلطع، ومن غير ما ياخد مليم ده كمان كان يقدر ينقل كل أملاك بلانكتون باسم مستر سلطع. عيون مستر سلطع لمعت، بس المحامي ما كانش يعتمد عليه. أول ما خرج وقع وقعة جامدة وتعور، فما كانش قدامه حل غير إنه يسلم مهمة القضية لسبونج بوب، ومعاها صندوق فيه أهم دليل. بس سبونج بوب نسي يسأله عن الرقم السري للصندوق. في المحكمة دخل بلانكتون على كرسي متحرك عشان يمثل دور الضحية، والكل بدأ يلوم مستر سلطع. سبونج بوب ظهر في الوقت المناسب، وبدأ بلانكتون يحكي حكايته المؤثرة ويفتري على مستر سلطع إنه بخيل ومحطش يافطة تحذير، فالكل صدقه وصعب عليهم. لما جه دور سبونج بوب حاول يدافع عن مستر سلطع وضد وصفه بالبخل، فطلع دولار وحطه في المفرمة. مستر سلطع أول ما المكنة اشتغلت جري بسرعة ولما الورق المفروم، فالكل اتأكد إن كلام بلانكتون عن بخله حقيقي. وحتى لما استدعوا شفيق كشاهد، شفيق متكلمش في صالح مستر سلطع وقال إن كل الكلام صح. في اللحظة دي سبونج بوب فتح الصندوق بالصدفة ولقى جواه واحدة بس من سلطع برجر. جات له فكرة وقرب بيها من بلانكتون اللي ما قدرش يقاوم الإغراء وخطفها وطلع يجري، ولحسن الحظ مستر سلطع عرف يوقفه في الآخر.